السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ من ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلامة. كل عام وانتم بخير. النهارده بقى هنعمل لكم ان شاء الله تحلية كده سريعة، وكل حاجة موجودة في البيت ومن دون اي تكلفة خالص. معانا هنا يا حبايبي فراولة احنا مقطعينها وغسلينها طبعا كويس ومقطعينها مكعبات، وهنا موز اهوت ما شاء الله مقطعينه برضو. الكنافة بقى دي يا حبايبي، الكنافة دي يا حبايبي كانت موجودة عندي، يعني انا مش لسه عاملاها، بحب اعملها واعينها في الفريزر لاي حشو جلاش كده، ان شاء الله اعمله معاكم. و فديت يا حبايبي كانت متبقيه عندي، كنت عاملاها قبل كده، بتحمر الكنافه بمعلقه سمنه وبتسقيها شربات عادي خالص، بس بتبقى مكسراها كده وبتبقى جميله خالص لاي حشو بقى، لاي حاجه انت عايزاها. اهو يا حبايبي هنبدا بقى كده. اللهم صل على النبي، صل على النبي يا حبايبي، بالهنا والشفا لكم يا رب. اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي بنوزع الكنافه كده، بنوزعها في الكاسات العسل اللي زيكم ديت اهيت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله. سموا يا جماعه كده قبل كل حاجه دي تعملوها، وما تنسوش يا جماعه بقى ذكر الله طبعا اهوت، وتصلوا على النبي كده في التعليقات. مش عايزاكم يا حبايبي تنسوا ذكر الله. اهو اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو كل حاجه بحب بتمشي والله، كل حاجة بدون تكلفة كده. هو تبسط الأمور على نفسك وبسط الحياة على نفسك اهو، مش هتحس بأي صعوبات. وكله مش معنى كده يا حبايبي ان احنا مش بنحس طبعا، مش بنحس بالصعوبات، لا، كل واحد عنده اكيد طبعا صعوبات في حياته، لكن بإيمانك بربنا بتخلي كل شيء بسيط بالنسبة لك. اهو يا حبايب قلبي اهو، اللهم صل على النبي. معانا هنا بقى حبايبي كريم شانتيه اهو، في الاكياس اللي هي بتاعت اللي مش شرط تجيبي الكيس التاني اهو. بصوا يا حبايبي اهو، اللهم صل على النبي اهو. دي الاكياس يا حبايبي اللي هي بالكيس من بتاع اللبن عادي خالص، وبتحط فيه القمع من اللي هو بتاع الكريم شانتيه اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بالهنا والشفا لكم يا رب يا حبايبي، يا رب اللي تجرب اللي حاجات سهله كلها خالص وموجوده في كل بيت. طبعا جبت فراوله، جبت موز مثلا اهوت. اللهم صل على النبي، حاجات سهله خالص. اللهم صل على النبي اهو. ايه رايكم بقى يا جماعه في التحليه السريعه دي؟ والله ما تاخد منك 5 دقايق على بعض. ماشي. وهنبدا يا جماعه يا حبايبي، شوفوا يا حبايبي هنبدا نوزعها كده في الكاس اهو. اللهم صل على النبي اهو، واحد واحد اهو. ايه رايكم يا حبايبي بقى؟ ايه رايكم في الشغل ده اهو؟ حاجات عسل اهي، فرح العيال وتحل كده بق العيال بعد صيام طول النهار وتعب كده، دروس. الله يعينهم يا رب ويجعلهم كده من ناجحين يا رب. ويا ربنا يا رب ما يضيع حق، ما يضيع تعب يا رب الطلبة اللي بيذاكروا وبيروحوا الدروس ديت يا ولاد. ادعوا لهم كده وربنا يا رب ينجح كل واحد تعب يا رب اهو. اللهم صل على النبي. معانا بقى يا حبيبي بعد ما حطينا الكريم شانتيه اهو. على فكرة الكريم شانتيه برضو يا حبيبي انا كنت عيناه في الفريزر، طلعي عادي خالص وتعملي. انا بحب اعمل دائما بزياده اهو يا حبايبي. شايفين الفراوله بعد ما انا عملتها مكعبات اهو، هوزعها كده اهوت اهو. حاجات عسليات اهو. اللهم صل على النبي. عسليات، عسليات. صلوا يا جماعه على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا جماعه كده قلبكم يستريح ويطمن اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عسل عسل، حلويات كده في 5 دقايق. ولادك قالوا لك يا ماما احنا عايزين حاجه نحلي بيها كده بعد الفطار، هتقومي في دقيقتين 2 اهو. شوفوا يا حبايبي اهو، اللهم صل على النبي. حطينا الفراوله، نخش على الموز اهو. حاجات كلها بسيطه وسهله خالص، وما تصعبيش كل حاجه على نفسك اهو. عايزين تحلوا يا حبايبي، عيني دقيقتين 2 اعمل لكم تحليه، واحلى تحليه كمان. يا سلام، احنا في ديك الساعة يا ولاد ولا ديك النهار ولا ديك الليل يا ولاد؟ اهو يا حبايبي كان في كمان شوية كنافة حطيتهم تاني اهو. اللهم صل على النبي. هبدأ بقى ان انا املى الكاس اللي الفواكه اللي باقية ديت اهو، اوزعها كده جميلة ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الشكل العسل اهو؟ شايفين الشكل العسل اهو يا حبايبي اهو. اللهم صل على النبي. ايه رأيكم بقى يا حبايبي في التحلية السريعة دي اهو؟ عسل عسل عسل، عسل يا حبايبي. ربنا يا رب
يبارك لكم في عيالكم يا رب، احنا وانتوا يا رب، وكل سنة وانتوا بخير وسلامة وصحة يا رب. اهو ايه رأيكم يا حبايبي بقى؟ نرجع تاني بقى نحط الايه، الكريم شانتيه. عسل عسل كده، عسل اهو. اللهم صل على النبي. ايه رايكم يا جماعه بقى في الكاسات العسل بتاعتي دي؟ هنا يا جماعه قطعنا فراوليه اهيت ونحطها كده، اللهم صل على النبي اهو. ايه رايكم يا جماعه في العسل دي اهو؟ تعمليها ازاي يا حبيبتي؟ بص بتعمليها كده اهو، تعملي 3 تقطعات كده اهو، 3 تقطعات اهو. بصي يا حبايبي اهو، اللهم صل على النبي اهو. شوفوا الشكل العسل ده اهو، ولا كأنك شاريها من الحلواني. ايه رأيكم يا جماعة اهو؟ صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي. اللهم صل على حضرة النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين يا روحي اهو؟ شايفة يا حبيبتي اهو؟ شفت الجمال؟ بذمتك شفت الجمال؟ شفت الجمال ده قبل كده اهو؟ اهو عسل عسل. ايه رأيكم يا جماعة في الكاسات العسل بتاعتي دي بقى معانا يا جماعة، دي صوص شوكولاته. هعلمكم ازاي ان شاء الله تعملوه بعدين في حلقه ان شاء الله هعمل لكم. بصوا يا حبايبي بقى، ايه رايكم في الحلويات دي بقى اهو؟ ايه رايكم في الحلويات دي اهو؟ شفتوا الجمال؟ شفتوا الجمال اهو؟ اللهم صل على حضره النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام اهو. بسم الله، اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي الجمال اهو؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ شايفين يا جماعه العسل بقى اهو؟ شفتوا الجمال اهو؟ اللهم صل على النبي. شكلها كمان تحفه ازاي اهو؟ شايفين الشكل العسل تحفه ازاي؟ عايزه تتصور اهو. اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي؟ ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم، ويجعل كل حاجه بين ايديكم يا رب حلوه، وكل سنه وانتم طيبين. كل حاجه، شوف كل حاجه بسيطه، الكنافه موجوده حالا في كل بيت، وادي الفواكه طبعا من السوق، وهي ما تكلف، مش هتكلفك الا الكريم شانتيه والشوكولاته ديت يا حبايبي. ممكن تجيبي مثلا شوكولاته خام وتعملي حمام بخار وتحطيها مثلا في قرطاس او كيس وتعمليها كده جميله. كل حاجه سهله والله اهو. شفتوا الجمال العسل ازاي اهو؟ بالهنا يا رب والشفا لكم يا رب، ويجعل كل حاجه بين ايديكم كويسه، وكل عام وانتم بخير. ايه رايكم يا جماعه؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم في الجمال ده. وحاجات في دقيقتين 2 اهو، دقيقتين 2 عملت احلى تحليه اهو، ولا زعلتش العيال. عسل اهي، ما زعلتش البنات يعني اهو يا جماعه. حلاوه حلاوه عسل اهي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهو يا جماعه. وكده بقى عجبكم؟ ولو وصلتوا يا رب لاخر الفيديو معانا، متنسوش بقى يا حبايبي تحطوا له لايك ومتابعه وتشتركوا في القناه. وبعد اذنكم يعني لو تشرفوني وتنوروني في قناتي منوعات ام البنات على اليوتيوب. يا رب. وان كان حاجه اللي كاسات العسل دي عجبتكم، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. واسيبكم بقى في رعايه الله. وما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي في التعليقات. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.